هيا كما كتشوفو هنايا، هادوما هما الأجوبة ديال الفصل الأول ديال الدعم المعرفي. يعني الفصل الأول ديال إلمام معرفي باستعداد النفسي لعملية الإحصاء. هادوما الأجوبة ديالهم صحيحة. من بعد ملي كتحاول يعني تجاوب صحيح هنايا، تحاول تجيب 100%. بعد كدوز ملخص صافي. من بعد يعني كتمشي للفصل الثاني. ملي كتمشي للفصل الثاني كتحاول يعني تقرا المقدمة، تمشي للتقديم، يعني تقديم التطبيق، شوف كيفاش كيخدم التطبيق، التفاصيل ديالو، كيفاش أول مرحلة باش كتبدا، حيت هو كيعطيك في الأسئلة كيعطيك التفاصيل، كيدقق لك شوية في التفاصيل. كنظن أن نفس الأسئلة اللي كيتعطى هو سمحولي، هو خصك ضروري تكون كتفهم، ضروري خصك تعاود هاد الأجوبة اللي كيعطيوك، وخصك ضروري تعاود هاد الفيديوز اللي كيعطيو في الشرح. لأن واخا مثلا تجاوب في الأسئلة، ولكن مثلا ملي غيجي التكوين عن يعني حضوري، يعني ضروري غيشوفك واش تينك بصح ضابط الأمور ديالك ولا ما ضبطهمشي، غير ناقل فهمتي، غير مثلا تبعتي فيه فيديو ولا شفتي الأسئلة د شي واحد فهمتي. يعني خصك ضروري تكون ضابط الأمور ديالك. وكنتمنى التوفيق للجميع في هاد الاختبار هذا عن بعد، وهاد التكوين هذا عن بعد. وباقي الوقت بشوية، وخصك مصطلحات تحاول تفهمهم وتشرحهم باش وعاودهم باش تقدر مثلا تقدر يعني يترسخولك في الذهن ديالك باش تمشي مزيان. لأن مصطلحات ربما جدادين على بعض المترشحين، ولكن يعني ساهلين، يعني بحيث هما كيتعاودوا دائما في تقريبا في فيديوهات كاملين كيتعاودوا بعض المصطلحات، بشوية فهمتي تستانس معاهم ويدخلولك في الذهن ديالك، وإن شاء الله يكون على خير. الله يوفق الجميع.